اهلا بيكم اهلا محمود جمال في حلقه جديده من ليالي الابطال. متنساش اعمل لايك اعمل شير اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس. والحديث عن لقاءات دوري ابطال اوروبا، هنتكلم عن لقاء نابولي وانتراخت فرانكفورت، وهنتكلم عن لقاء ريال مدريد وليفربول وانتر ميلان وبورتو ولايبزيج ومانشستر سيتي. هنبدا بماتش نابولي وانتراخت فرانكفورت، لقاء على ملعب الماني، ملعب اللياقه البدنيه والسرعات، في مقابلة فريق بيلعب كل أنواع الكورة، 6 فوتبول تلاقي، جوكا إن إيطاليانو تلاقي، الهجمات المرتدة تلاقي، عندهم مهاجمين زي ما أنت عايز، عندهم وسط ملعب قوي جدا، عندهم فيكتور أوسمين، عندهم خيليا، عندهم ابن سيميوني، عندهم لوزانو، عندهم هجوم قوي جدا، عندهم تنوع كبير جدا. نابولي هو أحسن فريق حاليا بيلعب كورة في العالم من وجهة نظري، عندهم تنوع كبير جدا، عندهم استمرارية في الدوري الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا كان أول مجموعتهم قدام فريق بيلعب على اللياقة البدنية، فريق ممكن يعمل مفاجأة. لكن فريق نابولي فريق قوي جدا، أتوقع إن فريق نابولي هيعدي من انتراخت فرانكفورت. هيكون ماتش صعب على ملعب انتراخت فرانكفورت، لكن نابولي هيقدر يعدي. اتوقع التعادل بين الفريقين على ملعب انتراخت فرانكفورت. هنروح للقاء الثاني، هو مباراة انتر ميلان وبورتو على ملعب جوزيبي مياتزا. مباراة سيموني انزاجي لازم يكون حذر، لازم انتر ميلان يكون على قد المسؤولية، لازم يكسب ويعمل نتيجة إيجابية. إلينجيكو، لوتارو مارتينيز، وسط الملعب هاكان ومختريان، وسط ملعب قوي جدا قدام فريق بورتو اللي بيعتمد على الهجمات المرتدة، بيعتمد إنه يقفل الملعب ويلعب على الهجمة المرتدة. أتوقع فوز إنتر 2-0. نروح للقاء الثالث، وهو لقاء لايبزيج ومانشستر سيتي على ملعب لايبزيج. مباراة من وجهة نظري هتكون مباراة فيها كورة كبيرة جدا بين الفريقين. مانشستر سيتي وبيب جوارديولا أمام فريق لايبزيج، فريق لازم تحذر منه، لأن عندهم سرعات كبيرة جدا في الأمام. عندهم لوكا يوفيتش، عندهم عندهم تيمو فيرنر في الأمام. مباراة كبيرة جدا بين فريقين كبار. أتوقع فوز لايبزيج في ماتش الذهاب. هنروح لآخر لقاء وهو المين ايفنت بتاع الاسبوع دوت، هو لقاء ريال مدريد وليفربول، او ليفربول وريال مدريد في ملعب انفيلد رود. مباراة صعبة جدا بين فريقين بيمروا بمرحلة سيئة جدا، ليفربول ويورجن كلوب امام ريال مدريد وكارلو انشيلوتي. لقاء ان فريق مين هيسيب الكرة للتاني، دي أول حاجة هنسأل عنها. مين اللي هيبقى حذر أكتر من التاني، مين اللي يكون عنده الدافع إن يكسب هذا اللقاء، مين اللي يكون عنده ان هو يطمن جمهوره ان الموسم دوت مش هيكون موسم صفري. ان الفريقين اعتقد ليفربول خلاص الدوري بالنسبه له يعني اخر حاجه ممكن يفكر فيها التوب فور. ريال مدريد الفارق كبير بينه وبين برشلونه. مباراه صعبه جدا على ملعب أنفيلد. أتوقع التعادل بين الفريقين. مباريات الذهاب لا تحسم نتائج المباراة كاملة، مباراة العودة هي التي ستحسم هذه المباريات. اعمل لايك اعمل شير اعمل سبسكرايب، وفي آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.